بينما يلهو الجميع غافلين عما تخبئه أيام قليلة قادمة، تسير الأقدار كما هو مقدر لها، وتهيئ الأرض نفسها لأحداث عظيمة. إن أغلب علامات الساعة الصغرى التي ذكرها الإسلام ظهرت، إن لم نقل ظهرت جميعها، فأصبح الأمر مرتهن بعلامة كبرى تتتالى وراءها باقي الأشراط، وأضحى الأمر أكثر خطورة وأهمية عندما حدثت علامة أخرى قد تفتح الباب بعدها لأمر جلل لا يعلمه إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، يقول كل رجل منهم: لعلي أنا أنجو. فالحديث ينبئ بدخول الأرض في نزاع عظيم بمجرد ظهور هذه العلامة، ولكن الغريب أن البشر بعوامهم وبحكوماتهم ومنظماتهم ومساجدهم وإعلامهم لا يكترثون بهذا الأمر، أو على الأقل لا يعطونه الأهمية اللازمة، ربما ذلك للغفلة التي لو وجد نقيضها لكانت البشرية بخير. في السنوات الأخيرة وقع وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا الفرات ينحسر وكأننا في فيلم هوليودي. نلاحظ كيف أصبح حال النهر، هذه البرك الصغيرة كانت مغمورة بالمياه، وفي الأيام القادمة سوف تنشح تماما. نقص المياه في النهر لم يقف عند هذا الحد، بل ظهرت أسرار أخرى، وذلك بتجلي مدينة أثرية عمرها 3400 سنة حسب العلماء المختصين، حيث كشف علماء آثار بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق عن المدينة العظيمة التي تعود لإمبراطورية ميتاني. فانحسار نهر الفرات لن يقف عند مجرد نقص المياه، بل سيكشف عن أسرار كانت مخبأة، لعل المدينة الأثرية كانت أولها، وستبدأ قصة أخرى قريبة. سيكشف مكان هذا النهر عن جبل من ذهب سيقتتل الناس عليه، وسيكون موت كثير أعظم من أي حرب سبقت، لكن لا أحد يجزم كيف ستكون هذه المعارك. هل هي بالوسائل الحديثة للقتال، أم أن الأرض ستجهز نفسها لكي تنسف كل القوانين التي تجري بها الحرب المعاصرة، وتكون المعركة باستعمال السيوف والطرق القديمة؟